من هو عدونا الحقيقي؟ احنا المغاربه. العدو ديالنا شكون هو؟ واش يمكن تمشي الفكره عند اي واحد للجزائر؟ الجزائر هي دوله اللي خصنا دائما نفرقوا ما بين الجزائريين الاحرار والجزائريين اللي تابعين نظام الكبرانات. نظام الكبرانات اللي هو فعلا يعادي المغاربه، ماشي النظام يعادي المغاربه. رئيس اللي ما عندوش شخصيه وتحت وطأة الكبران الكبير شنقريحة يأتمر بالأوامر ديالو. هو بنفسه ما مقتنعش بداك الشيء اللي كيدير. زيد على هذا أن الشعب الجزائري شعب اللي ما أنا مثقن أنه شعب اللي ما عندوش واحد العداوة تجاه المغرب. كاين اللي مجهور، كاين اللي يعني بغينا نقولوا مساير، كاين اللي ساكت، كل واحد على حسب القناعات ديالو. ولكن بشكل عام ماشي الشعب اللي كيعادينا. زيد على هذا من جهه اخرى ان الكبرانات ما في يديهمش، هما نباحين ولكن ما عندهمش، كما كنقولوا حنا بالعاميه ما عطاوهمش. انا كنظن ان العدو الحقيقي ديالنا هو اسبانيا. اسبانيا دوله استعماريه، عندها ماضي استعماري ومازال لحد الان تستعمر جزء من التراب ديالنا. هاد لا لوبي اللي كاينه عند اسبان الي بيزار، انها شاده جوج المدن، مدن اللي ما رابحه منهم والو، دي تيريتوار في افريقيا اللي ما كيجبدوا ليها غير الصباح والمشاكل ديال التهريب وديال المهاجرين السريين. ورغم ذلك متشبته بهم، متشبته بهاد لي تيريتوار. وكنشوفوا ان الاحزاب الاسبانيه كتدخل في واحد لا سيغونشير. اي واحد منهم في المعارضه كيبقى يجبد ورقه المغرب على ان المغرب كيهدد، على ان المغرب يعني داكشي ديال السلسله ديال ضربوا وبكاو وسبقوا وشكا، هو محتل لك ارضك و وكيبكي، يعني يتوجس من انك ممكن شي نهار تهجم عليه. ممكن هذه دولة قوية بالمقارنة مع المغرب. إسبانيا راه قوية، راه ماشي الجزائر، راه إسبانيا هذه كاينة في الحلف الأطلسي، كاينة في الاتحاد الأوروبي، عندها حلفاء أقوياء. ورغم ذلك حنا كنشوفوا أن في كل مناسبة الأحزاب ديالهم كيبداو يهضروا على المغرب، على أن المغرب كيشكل تهديد. أكثر من هذا كاين واحد النفاق في التعامل ديالهم مع المغرب، هو أن ملي كيوقع شي انفلات وكيمشيو المهاجرين عندهم، كيتهموا المغرب على انه تراخى او لا تعمد. ملي المغرب كيتخذ اجراءات كيهجموا عليه بدارعه حقوق الانسان، وباللي المغربي كيتعسف على المهاجرين. وباللي المره اللي فاتت فاش كان وقع داك الانفلات كان المغرب فكر باش يقسم دي درون وينشرهم في الحدود للمراقبه. داروا فيها هما ان المغرب بحال كيستعد للحرب او بحال هذا الشيء، ما هذا حتى حبسوا هذيك العمليه هذيك. انا بالفعل عندي اقتناع راسخ ان العدو ديالنا الحقيقي هو اسبانيا. لا دبلوماسي ديال البلدين كتحاول دائما تشد العصا من الوسط، وكتحاول يعني الا بغينا نقولوا ما تخليش الامور تنفلت. ولكن الهجمات ديالها كتكرر علينا بزاف، لان بالنسبه لهم حنا مادام انهم محتلين الارض ديالنا غادي يجي واحد النهار اللي غادي نطالبوا بها
باي طريقه. زيد على هذا ان كيشوف فينا منافس للفلاحه ديالهم، ودابا منافس حتى للصناعه ديالهم، ومنافس في بغينا نقولوا النفوذ. رغم ان اسبانيا ما عندهاش نفوذ لا في الحوض ديال البحر الابيض المتوسط لا في افريقيا، ولكن هي تتوهم كما تتوهم الجزائر على ان عندها نفوذ. ربما الجزائر عندها نفوذ على اسبانيا، على الاقل الجزائر كان عندها واحد النفوذ كبير، بدا ربما كيتراجع، ولكن لحد الان راه عندها نفوذ. اسبانيا ما عندهاش نفوذ في افريقيا، ما عندهاش، رغم انها كانت من الدول اللي كتستعمر دي تيريتوار في افريقيا. اذا رايي هو هذا، هو ان العدو الحقيقي ديالنا هو الاسبان. الجزائر كتبقى دائما دوله اللي يمكن واحد النهار الاخوه بيننا وبينهم تولي اخوه حقيقيه. هذا الشيء ماشي وهم، انا مسيقن منه، عارف ان التاريخ غادي يمحي كاع هادشي، ولكن مع الاسبان سي بوكو بلي كومبليكي.